صحيح أن مصلحة المنتخب الوطني تبقى فوق كل اعتبار، كيف لا ومحاربو الصحراء كانوا أسياد إفريقيا والعرب في العديد من المرات نتاج العمل الجدي والإصرار اللامتناهي نحو بلوغ الأهداف المسطرة منذ وقت طويل. قضية المدرب وإن صح التعبير أصبحت هاجسا كبيرا يقض مضجع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة من جهة، ومستقبل الخضر في أدغال إفريقيا وملاعب العالم من جهة أخرى. كيف لا وجيل الفتيان يسعى لإهداء الجزائر لقبا بعدما غابت الألقاب عن الكرة الجزائرية منذ وقت طويل. تقارير فرنسية وأجنبية تحدثت عن رحيل وشيك لأستاذ الرياضيات كريستيان غوركيف من على رأس المنتخب الوطني بعد مباراتي تنزانيا، وهذا أمر أكيد إلى أبعد الحدود. الخليفة وإن صح التعبير جهز نفسه لتولي القاطرة منذ الوهلة الأولى، استقال من فريقه في ليل هناك بفرنسا وطلب تأشيرة إلى الجزائر قبل أيام قليلة فقط. هو فرنسي محنك يلقب بالثعلب، وليس الثعلب أمكر منه في عالم كرة القدم، وهو من أحرز لقبي كأس إفريقيا مع منتخبي زامبيا وساحل العاج على التوالي، ليكون هذا الاسم وما يحمله من ثقل واحدا من بين المرشحين الأوائل إن لم نكن الأكثر ترشيحا لإدارة شؤون رفقاء إسلام سليماني مستقبلا. هيرفي رونار تاريخ حافل بالإنجازات والاستحقاقات مع العديد من المنتخبات في عالم كرة القدم، كيف لا وهي التي لا تعترف بالأسماء في بعض الأحيان، لكن دهاء رئيس الاتحادية الجزائرية محمد روراوة قد يغير من مقاليد الأحكام في كرة القدم، خاصة إذا كان الهدف هو مصلحة المنتخب الوطني، ومن وراء هذا المنتخب شعب يعشق التاريخ ويأبى الخسارة حتى ولو كانت في مباراة ودية. أيام فقط وما بعدها اسم سيطرح على طاولة الاتحادية ليكون خليفة للفرنسي كريستيان غوركيف من على رأس الخضر. الآراء وبنسب كبيرة تحوم حول الفرنسي رونار، وما بين الأيام والحدث قرار واحد ووحيد فقط، فلمن سيكون شرف قيادة العارضة الفنية للخضر يا ترى؟